السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو أنس من قناة موبيتك. بعد النجاح الكبير اللي حققته شركة هواوي بجهازها الواي 7 برايم 2018، أعلنت عن إصدار جديد وهو الواي 7 2019. الجهاز ده نازل هو نفس السعر بتاع الواي 7 برايم 2018، لكن بإمكانيات أعلى، منها البطارية أعلى بمعالج أقوى بنوتش أقل، وده كله هنبينه في الفيديو إن شاء الله. بس النهارده ان شاء الله هنعرض لكم شنطة الهدايا اللي بتنزل مع الجهاز، وهنشوف فيها ايه، وهنعرض كمان بعض الامكانيات السريعة للموبايل. نفتح الكرتونة ونشوف فيها ايه. دي ورقة ملهاش أي لازمة، ودي برضو ورقة ملهاش أي لازمة. نيجي بقى ايه الحاجات اللي ليها لازمة. ده هيدفون بس بسلك عادي مش بلوتوث. وده مج. هي تقريبا نفس الهدايا اللي كانت بتنزل مع النوفا 3 اي. لو حد خد الهدايا دي هتلاقي نفس ايه الهدايا اللي كانت بتنزل مع النوفا 3 اي. ودي ميدالية بس مش قادرة تطلع، ودي ميدالية بس. فكل الناس ان شاء الله هتشتري جهاز في خلال الفترة ديت ان شاء الله تاخد معاه الهدايا ديت. نيجي بقى نتكلم عن امكانيات الموبايل. اول حاجه نيجي نتكلم فيها عن الموبايل وهي حجم الشاشه. الموبايل نازل بحجم شاشه 6.26 بوصه بالابعاد الجديده طبعا، بس بدل ما كانت 18:9 بقت 19:9، وجاي بنوتش في الشاشه على شكل ديود دروب، يعني نقطه في الشاشه كده صغيره. الموبايل نازل بمعالج سناب دراجون 450 ثماني النواه مع معالج رسومي ادرينو 506، وده طبعا الاختلاف بينه وبين النسخه اللي قبليها اللي هي الواي 7 2018. الواي 7 2018 كان نازل بمعالج سناب دراجون 403، وده طبعا معالج اقل من النسخه اللي معانا النهارده، ونازل كمان برامات 3 جيجا وذاكره 32 جيجا اب تو 512 زي اللي كانت موجوده في الواي 7 2018. وكمان نازل باندرويد اوريو 8.1 مع واجهة مستخدم EMUI 8.2. اما الكاميرات فنازل بكاميرا خلفية مزدوجة، واحدة 13 ميجا بكسل والتانية 2 ميجا بكسل، بس الاختلاف اللي هنا هي فتحة العدسة. فتحة العدسة f1.8 بدل من 2.0، فطبعا كده لما فتحة العدسة قلت فهتدخل ضوء اكبر فهتدي تفاصيل احسن. اما الكاميرا الامامية فنازلة بدقة 16 ميجا بكسل، وكمان نازل ببطاريه بسعه 4000 ملي امبير غير قابله للازاله، والبطاريه دي طبعا كبيره جدا ممكن تقعد معاك يوم. طبعا دي طبعا في اختلاف كبير طبعا بين البطاريه ديت وبطاريه الواي 7 2018، لان بطاريه الواي 7 2018 كانت نازله بسعه 3000 ملي امبير، فطبعا كانت البطاريه صغيره جدا. كده يبقى احنا عرضنا شنطة الهدايا وعرضنا بعض الامكانيات السريعة عن الموبايل. يا ريت اللي يحب يشتري الموبايل ممكن يزور اقرب فرع من فروع موبيتك او اتصال على ارقامنا، وهسيب عناوين فروع موبيتك تحت في صندوق الوصف، وهسيب الارقام بتاعتنا عشان اللي يحب يتصل او يزور اقرب فرع عشان يشتري التليفون وياخد كمان معاه شنطة الهدايا. اهم حاجة متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو. السلام عليكم.